الواتس بتاعك متهكر او الجهاز كله اتهكر، الواتس اتهكر والفيسبوك اتهكر، انا هقول لك ازاي تعرف الجهاز بتاعك اتهكر منين، وازاي ان انت تحوش التهكير ده من على الجهاز، وازاي ترجع الواتس بتاعك زي ما كان وتحمي التليفون بتاعك من اي حاجه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لنا متابعه ولايك وتكتبوا لنا رايكم في التعليقات وتصلوا على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يلا بينا تمشوا معانا خطوه خطوه في الحاجات اللي انا هوريها لكم دلوقتي حالا، وان شاء الله الحاجه اللي احنا بنعملها دي حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى، يا رب ان هي تكون في ميزان حسناتنا وتنفعنا وتنفعكم. يلا بينا واكتبوا لنا رايكم في التعليقات. طبعا بعد ما نصلي على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم هنروح على الواتس الخاص بينا. تمام، دي الايقونه بتاعت الواتس، هنضغط عليها وهنستنى لما تفتح. هنلاقي 3 نقط فوق في الجنب هنضغط عليهم. تمام، هيظهر لنا القايمه دي. عندنا هنا في كذا حاجه، هنضغط على اعدادات. تمام، هنمشي مع بعض واحده واحده. بعد كده هندوس على الحسابات اللي انا بشاور لك عليها ديت، ندوس على الحسابات. تمام، هتظهر لنا القايمه اللي قدامك دي، هندوس على اشعارات الامان. خلاص، هندوس على اشعارات الامان اللي هي ديت. تمام، ضغطنا عليها. اول حاجه هتلاقيها قدامك ديت اعمل لها تشغيل. تمام، هتلاقيها لو مقفوله عندك اعمل لها تشغيل، اللي هي بتاع اشعارات الامان دي اعمل لها تشغيل. تمام، هنرجع تاني وهندوس على الخصوصيات. تمام، نشوف الخصوصيات عندك فين وندوس عليها. مؤشر قراءة الرسائل لو مطفية عندك شغلها. تمام، وبعد كده هننزل لتحت. ماشي، خليك معايا واحدة واحدة مش هتخسر اي حاجة. هننزل لتحت هنلاقي هنا السماح ماشي بتأثيرات الكاميرا ماشي فعالها. تحت منها المقدمات نضغط عليها، هنلاقي فيه 3 حاجات مهمين جدا، دول لو مش متفعلين عندك فعلهم. اقرا التعليمات اللي موجودة عندك ديت، هتلاقيها بتعملك حظر روابط وامان ليك، وحاجة مهمة جدا. اهم حاجة ان انت تفعلهم زي ما انت شايف قدامك كده بالظبط. تمام، وبعد كده هنرجع لورا تاني خالص. خلاص، هنرجع لورا لغاية ما هنيجي على القائمة بتاعت الأصدقاء عندنا وندوس على ال3 نقط، ودي غالبا آخر حاجة. هنضغط هنا. طبعا احنا كنا الأول في الإعدادات، المرة دي هنخش على الأجهزة المرتبطة. يعني انت لو عامل جهازك واتساب على جهاز تاني خاص بيك هيظهر لك في المكان ده. لو لقيت رابط غريب موجود في المكان دوت تأكد ان الجهاز بتاعك متهكر. طب هتعمل ايه؟ هتضغط على الرابط ده دوسة طويلة لغاية ما تجيب لك ازالة. هتعمل ازالة للرابط ده لغاية ما المكان ده يبقى فاضي عندك. خلاص، وكده يبقى انت الحمد لله التليفون بتاعك هيبقى تمام التمام ومش متهكر ولا حد هيبقى مهكره. اعمل الخطوات ديت واحدة واحدة زي ما كنا ماشيين مع بعضينا. وزي ما حضرتك شفتم كل الحاجات اللي احنا فعلناها دي مهمة جدا. تمام، اليومين دولت ظهرت ظاهرة كده، يعني الواتس بيتهكر والفيسبوك بيتهكر، وتلاقي مكالمة دولية جات لك غريبة مش عارف ايه، حاجات زي كده، تلاقي الجهاز بتاعك اتهكر والايميل بتاعك اتهكر والفيسبوك بتاعك اتهكر، ولازم ان انت عشان تعمل الشغل ده تاني شغلانة ما يعلم بها غير ربنا. يا رب لو عجبكم الفيديو دوت واستفدتوا منه شاركوه لوجه الله، خلي غيركم يستفاد، وما تنسوش تصلوا على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.